حكايتنا بتبدأ في فندق ترانسلفانيا اللي بيتعمل فيه فرح جوني، اللي هو الولد البشري اللي دخل فندق مصاص الدماء واسمه دراكولا. ووقتها حب بنته ميفيس، وبنلاقي دراكولا اللي بيرقص مع بنته وبتسأله عن جدها اللي ما حضرش الفرح. فوقتها بيقول لها باباها إن جدها أصلا مش موافق إنها تتجوز من واحد بشري. فميفيس بتسأله لو كان لسه شايف إن جوني شخص بشري وحش، فبيقول لها إنه مش فارق معاه أي حاجة قد إنها تكون سعيدة ومبسوطة. وبعد مرور سنة بتدخل ميفيس وجوني على دراكولا وبيطلبوا منه إنه يطير مع ميفيس بعيد، بس دراكولا وقتها ما بيفهمش سبب طلبهم ده، لكن ساعتها بيوافق. وبعديها بتتحول ميفيس ودراكولا الخفافيش وبيطيروا بعيد في السما. ووقتها بيتفاجئ دراكولا إنه بنته حامل، فبيكون فرحان جدا ومبسوط بالخبر ده. وبتقوله بعدها ميفيس إنها مش متأكدة إن الطفل اللي هيجي ده هيكون مصاص دماء ولا بشري، لكن هي بتتمنى إنه يكون بشري زي جوني. وبيعدي يوم ورا يوم وبتخلف ميفيس ولد وبيسموه دينيس. وفي عيد ميلاده الأول بيتخانق دراكولا مع أهل جوني اللي شايفينه إن طفل بشري، على عكس إن دراكولا شايفه مصاص دماء زيهم. وأول ما بيكمل دينيس سنتين بتنده ميفيس على جوني اللي بيروح لها بسرعة جدا هو وباباها دراكولا. فبتفاجئهم وبتقول لهم إن دينيس نطق أول كلمة في حياته واللي هي بلا بلا. وبعدها دراكولا بيعترض على الطريقة الجديدة اللي بيستخدمها الموظفين من وقت ما جوني بدأ يتدخل في شغل الفندق وبيشوفهم قاعدين على الإنترنت. فوقتها بيقوله جوني إن دي أفضل طريقة يعرفوا بيها الناس على شغلهم، وخصوصا بعد ما بقى في بشر كتير بتيجي على الفندق. وأول ما بيجي الليل بيدخل دراكولا على حفيده وبيصحيه من النوم علشان يدربه إزاي يتحول لخفاش زيه. وفي الوقت ده بتدخل ميفيس عليهم وبتلاقيهم بيرقصوا سوا، فبتستغرب ميفيس منهم جدا من اللي بيعملوه في الوقت ده، عشان المفروض دينيس طفل ولازم يتعود على النوم بدري علشان هيروح المدرسة بالنهار. بس دراكولا بيقول لها إن في حفلة للوحوش الصغيرين والمفروض إن هو يحضرها، لكن ميفيس بتحاول تفهم باباها إن دينيس طفل بشري ومش زي الوحوش وما ينفعش إن هو يلعب مع قرايبهم الوحوش. وبعدها بتطلب ميفيس من ابنها إنه يفرج جده على الكرتون اللي فيه الوحوش اللي صنعها البشر، وما بتعجبش دراكولا خالص وبيشوفهم شوية فشلة. فساعتها بتاخد ميفيس ابنها وبترجعه على السرير، وكمان بتقعد تغنيله وبينضم ليهم دراكولا اللي بيقعد يغني لهم هما الاتنين لحد ما يروحوا في النوم. ولما بتبدأ حفلة الوحوش الصغيرة بيشكر دراكولا بنته ميفيس جدا علشان وافقت إن ابنها دينيس يحضر الحفلة. ومرة واحدة بيقع أول سنة لدينيس، ووقتها بيفرح جدا دراكولا وبيفتكر إن بكده بقى دينيس عنده أنياب وهيطلع مصاص دماء زيهم. بس ميفيس وقتها بتقوله إن دينيس بشري ومش هيطلع له أنياب. وبعد كده بيتصدم دراكولا لما بيعرف من بنته إنهم هينقلوا لكاليفورنيا المكان اللي اتربى فيه جوني، وبتعرفوا وقتها إن المكان هناك أمان أكتر لطفلهم. وبيتوتر جدا جوني لما دراكولا بيسأله لو كان موافق على اللي هي قالته، فبيرد عليه جوني وبيقوله إنهم لسه ما قرروش. وبعد كده بيدخل فرانكشتاين على دراكولا وبيشوفه قاعد بيكلم نفسه في الأوضة، فبيحكي له وقتها عن اللي حصل مع بنته وجوزها. وساعتها فرانكشتاين بينصحه إنه يقضي وقت أطول مع حفيده لوحده، وبيقوله كمان إنه يعرض على بنته وجوزها إنهم ينزلوا أجازة ويسيبوا ابنهم معاه، فبكده هيقدروا إنهم يكونوا لوحدهم. ووقتها يقدر دراكولا يعلمه إزاي إنه يبقى وحش قبل ما يتم دينيس 5 سنين، لأنه لو عدى السن ده وقتها مش هيقدر إنه يكون مصاص دماء. فبيروح دراكولا بسرعة لجوني ويتفق معاه على الخطة دي. وقبل ما تنزل ميفيس للأجازة بتاعتهم بتقعد تراجع كل حاجة مع باباها بخصوص ابنها دينيس، وكمان بتعرفه كل حاجة بخصوص أكله وشربه ومواعيد نومه، وبتقوله إنها تقدر تاخده معاها لو ده كله هيبقى حمل عليه. بس وقتها دراكولا بيصر إنه يفضل معاه، وبيوعدها كمان إنه يكلمها كل يوم فيديو بالموبايل علشان يطمنها. وأول ما بيتحرك جوني وميفيس بياخد دراكولا حفيده وبياخد كمان صحابه وبيركبوا العربية بسرعة وبيسافروا علشان يعلم ويدرب دينيس إنه يكون وحش حقيقي. وعلى الجانب الآخر بتكون ميفيس متحمسة جدا لرحلتها مع جوني للمكان اللي عاش وتربى فيه، وبتقوله كمان إنها عايزة تشوف كل تفاصيل حياته قبل ما يقابلها،
وساعتها بتحاول تتصل بالفندق عشان تطمن على ابنها دينيس، لكن جوني بيحاول إنه يشتتها وبيقول لها إن دينيس أكيد لسه مصحاش من النوم. وفي الوقت ده بيوصل دراكولا هو وأصحابه للمكان اللي كانوا بيتدربوا فيه زمان لما كانوا لسه صغيرين، فبيلبسوا وقتها دينيس زيهم، وبيوضح دراكولا لأصحابه إن كل واحد منهم هيعلمه حاجة تخص الوحوش. فبيبدأ أول واحد منهم وهو فرانكشتاين ويعلمه إزاي يخوف الناس، ولما بيحاول فرانكشتاين يخوف بنتين بينقلب الموضوع ضده، والبنتين بينبهروا بيه وبيتصوروا معاه كمان. وبعد كده بيشوفوا دينيس اللي بيحاول بدوره إنه يقلده، لكن البنتين بيلاقوه إنه طفل لطيف جدا. ووقتها بيجي دور صاحبه الديب، واللي بيطلب منه دراكولا إنه يروح يصطاد حد علشان دينيس يتفرج عليه ويتعلم منه. بس الديب وقتها مش بيبقى متحمس لأنه بيبقى مبطل إنه يصطاد بقاله سنتين، ووقتها بيشوف طبق طاير فبينسى الغزالة تماما وبيجري بسرعة على الطبق علشان يخطفه من الكلب. وبكده بيفشل هو كمان في تعليم دينيس الصيد. وبعديها بيجي دور الموميا علشان يقوم هو كمان بدوره في تعليم دينيس، بس ظهره بيوجعه وبيقع فبيضحك عليه دينيس. وبنرجع مرة تانية لميفيس اللي كانت منبهرة جدا بكل تفاصيل المدينة، وأول ما بتروح للمنطقة اللي بيلعب فيها الأطفال بالعجل وبيركب جوني عجلة وبتتكسر بيه. وبعد كده بتدخل ميفيس اللي بتجرب وبتلعب كويس جدا وبيندهشوا بيها كل الأطفال وهم بيتفرجوا عليها. فوقتها بتقوله ميفيس إن المكان ده مناسب جدا علشان تربي فيه ابنها دينيس، وبتحاول بعدها إنها تكلم باباها عشان تطمن على ابنها. ووقتها بيتوتر دراكولا لما بيلاقي بنته بتتصل بيه، بس قبل ما بيرد عليها بيلبس دينيس نضارة شمس، وده علشان ما بيكونش عارف يصحيه من النوم. فميفيس بتستغرب إن ابنها لابس نضارة، فدراكولا بيقول لها إنهم بيلعبوا لعبة خاصة بالأبطال الخارقين، وبيقفل الخط على طول بعد ما بيقول لها إن الشبكة وحشة. فساعتها ميفيس بتقتنع إن ابنها كويس وإنه مستمتع جدا باللعب مع جده. وبنرجع لدراكولا اللي بيكون متضايق جدا علشان عرف إن بنته مبسوطة هناك، وإن ده هيخليها ما تتراجعش أبدا عن خطتها في النقل. ولما بيصحى دينيس من النوم بيقول لجده إنه مفتقد باباه ومامته قوي. وبعديها بياخدوا دراكولا للمخيم الصيفي للمصاصين الدماء اللي اتعلم فيه دراكولا ازاي يصطاد فئران وكمان ازاي يستخدم قدراته الخارقة وهو صغير. بس دينيس وقتها بيلفت انتباهه لعبة التنس اللي بيلعبوها الأطفال، وبيقابل دراكولا بعدها المشرف بتاع المخيم وبيقوله إنه يعلم حفيده أساسيات إنه يكون وحش لأن هو متأخر في النمو كمصاص دماء. فدراكولا بيتضايق من الطريقة الجديدة في تعليم الأطفال جوه المخيم اللي اختلفت نهائي عن أيامه زمان لما كان طفل صغير. وأول ما بيجي الليل بياخد دراكولا حفيده وبيقرر وقتها إنه يعلمه إزاي يبقى وحش على طريقته القديمة. وفي الوقت ده بيقرر إن هو يرميه من فوق البرج علشان يتعلم الطيران بسرعة، لكن ساعتها دينيس بيقع وبيقدر دراكولا إنه يلحقه على آخر لحظة قبل ما يوصل للأرض. فوقتها بيقرر المشرف إنه يبلغ ميفيس أم الطفل، فبيتخض دراكولا جدا وبيحاول ينيمه تنويم مغناطيسي، لكن ساعتها ما بيقدرش علشان المشرف أصلا بيكون مصاص دماء زيه. ومن الناحية التانية بيوصل جوني وميفيس لأهل جوني اللي بيرحبوا بيهم، وبتفرج مامة جوني ميفيس على بيتهم وكمان الأوضة اللي هيقعدوا فيها، وبتوريها كمان الحاجات اللي اشتروها لحفيدهم، وبتعرفهم مامة جوني إنهم كمان عازمين جيرانهم علشان تعرفهم على ميفيس، واللي بيكونوا جايين وهم لابسين زي الوحوش عشان يلفتوا انتباهها ويقنعوها إنها تستقر في كاليفورنيا. وبعد كده بيعتذر جوني لميفيس وهم بيكونوا قاعدين على سطح البيت عشان الناس كانوا بيتعاملوا معاها بطريقة غريبة، وبيفهمها إنهم بيحاولوا يحسسوها إنها مش غريبة، بس وقتها بتقوله إنها مش مهتمة بأي حاجة غير إنها تربي ابنها بعيدة عن الفندق عشان يبقى زيك عارف وجرب حاجات كتير وما يبقاش زيها غريب الأطوار وما يعرفش أي حاجة عن العالم. وفي الوقت ده بيقول لها جوني إنها جميلة قوي، ولو ابنهم كبر وبقى شبهها هيحس ساعتها إنه أكتر شخص محظوظ في العالم. فبتروح تحضنه ميفيس وبتقوله إنهم هيبقوا سعداء في أي مكان سوا. وبعديها بتتصل ميفيس بباباها بعد ما شافت فيديو عند جوني بيظهر فيه دينيس وهو وسط فندق مولع نار، وبيتوتر دراكولا جدا لما بتسأله عن مكانهم، وبتقرر وقتها إنها ترجع للفندق بسرعة
وساعتها بيطلب دراكولا من أصحابه إنهم يرجعوا هما كمان قبل ما توصل بنته ميفيس، وبتجري ميفيس على المطار علشان تحجز تذكرة، بس الموظفة وقتها بكل برود بتقولها إنه مفيش طيران مباشر، فبتتعصب ميفيس عليها جدا، وبتقرر ساعتها إنها تطير وتروح لنفسها، وبعد كده بتشيل جوزها وبتتحول لخفاش وبتطير بسرعة للفندق. ووقتها دراكولا بيكون متوتر وهو طاير مع حفيده وراجعين للفندق، وساعتها بيوصل هو وميفيس في نفس الوقت. ووقتها ميفيس بتتعصب على باباها جامد وبتوريله الفندق اللي شافته عند جوني لما كان في المخيم، وبتقوله إنها كانت خايفة على ابنها جدا إنه يعيش وسط الوحوش، بس هي دلوقتي خايفة عليه أكتر إنه يعيش مع جده. فبيحاول دراكولا في الوقت ده يبرر لها سبب كل اللي عمله، فميفيس بتقوله إنه سمح للبشر يدخلوا الفندق بس ما سمح لهمش إنهم يدخلوا قلبه. وبعدها بتاخد ميفيس ابنها دينيس وبتسيبه وبتمشي، وبتقرر كمان إنها تلم حاجتها كلها وتنقل كاليفورنيا. وبعدها بتدخل ميفيس على ابنها أوتو، فبتشوفه قاعد يقول إنه خفاش ويقدر يطير، فوقتها بتقوله إنهم رايحين لجده وجدته، وبتحكيله عن اللي شافته في كاليفورنيا. فبيرد عليها دينيس وبيسألها عن جده دراكولا، فوقتها بتقوله إنه لازم يفضل هنا علشان ياخد باله من الفندق، وبتوعده إنهم يكلموه كل ليلة وهيزوروه من وقت للتاني. وعلى الجانب الآخر بيوصل أهل جوني للفندق، وده بعد ما ميفيس عزمتهم، وبيتفاجئ دراكولا لما بيعرف إن بنته عزمت جدها على وليمة لأنه أساساً بيكره البشر. فبيجري دراكولا بسرعة جداً على جوني ويفهمه إن والده ما ينفعش يعرف إن هم بشر وإلا هيقتلهم كلهم. فساعتها جوني بيقرر إن هو يقول لأهله إن الحفلة هتبقى تنكرية وإنهم لازم يلبسوا زي الوحوش ومصاصين الدماء. وبعديها بيحاول دراكولا إنه يدرب جوني على الكلام زيهم. وفي الوقت ده بيوصل جد ميفيس للفندق وبيروح لفرانكشتاين وبيطلب منه إن يخلي باباه بعيد عن البشر على قد ما يقدر، وبيسأل جد ميفيس عن دينيس اللي بيدخل عليه، وبيحاول ساعتها إنه يشوف أنيابه عشان يتأكد وقتها إن هو مصاص دماء. فوقتها بيقول لدراكولا إن أنياب حفيده شكلها هتتأخر شوية زي أنيابه لما كان صغير، ووقتها بيقرر إنه يخوفه عشان أنيابه تطلع أسرع. وساعتها بيستغل العرض اللي على المسرح علشان يخوف بيه دينيس، وبيروح دراكولا لبنته دينيس وبيعرفها إنه كان بيحاول إنه يخليها تقعد في الفندق وما تروحش كاليفورنيا. وفي الوقت ده بتتعصب ميفيس جدا وبتتخانق مع جوزها جوني لما عرفت وقتها إنه مشارك مع والدها في الخطة دي، وكلهم بيتخانقوا مع بعض، وبيسيبهم دينيس وبيمشي وهو حزين وزعلان جدا وبيخرج بره الفندق. وساعتها بيعرف جد ميفيس إنه جوني وأهله بشر ومش مصاصين دماء، فبيتخانق مع ابنه دراكولا اللي بيقوله إنه مش بيكره البشر. فبيحكي له وقتها عن اللي حصل مع بنته وجوزها، وإن حفيده أطيب وأحن طفل شافه في حياته، ولو مش هتحبه علشان نصه بشري فده معناه إنه شخص غبي. ففي الوقت ده بتحضن ميفيس باباها بعد ما سمعت كلامه عن ابنها، وساعتها بيكتشف الكل إن دينيس مش موجود معاهم، واللي بيبقى في الوقت ده قاعد مع واحدة من أطفال الوحوش، وبيعرفها إنه زعلان جدا علشان ما طلعش زيهم. ومرة واحدة بيدخل عليهم وحش وبيحاول يخطف دينيس في الوقت اللي بيحاول كل الفندق إنه يدور عليه. وفجأة بتطلع أنياب دينيس مرة واحدة وكمان بيتحول لخفاش وبيهاجم الوحش وبيكسر له أسنانه. ووقتها بيوصل كل اللي في الفندق وبيتفرجوا عليه وهو بيهجم على الوحش، فبيساعدوه كلهم. فساعتها بيحضن دراكولا حفيده وبيترجى ميفيس إنه يفضل في الفندق، فبتوافق ميفيس وقتها، وكل الموجودين بيبقوا مبسوطين وفرحانين لأنهم قرروا يزوروهم كل أجازة. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ومتابعة كل جديد.